جون أنطوي بيكتذبش خبر، هداف وهدف كبير جدا في الدقيقة 31. جون أنطوي يجعل المقدمة للون الأبيض، لكن للدراويش المرة دي هدف جميل جدا في الدقيقة 31 من الشوط الثاني. جون أنطوي والرأسة الإفريقية والسعادة النادي الإسماعيلي. بقول لحضراتكم المباراة عايزة جول هنا أو هنا. شوفوا بقى الباص، شوفوا الباص، يا سلام يا سلام يا سلام، ضرب بيه الدفاع وراح جون أنطوي، لكن مين اللي عاملها له؟ محمد زيكا. بقول لحضراتكم اعزائي مشاهدي النهار الرياضه، هيكون هناك دور كبير جدا لمحمد زيكا وابراهيم حسن، وبالفعل عملوا شكل مع الفرقه مجرد نزولهم، ومحمد زيكا عمل الباص الجميل لجون أنطوي، وقبلها كان ابراهيم حسن عامل له الفرصه الضايعه. وادي الفرحه، ابراهيم حسن رايح لجون أنطوي، وادي ريكاردو مبتسم، والتقدم للاسماعيلي 1-0. 1 للاسماعيلي 1-3. جون أنطوي استلم، جون اعملها، راح هو وجول، هو وجول، يقدر، جول 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 جول. خلص المباراة، خلص المباراة الراجل، خلص المباراة الراجل. اتعملت له حلوة حلوة حلوة. والهدف الثاني في الدقيقة ايه؟ في الدقيقة 38 محمود حمد خلص المباراة الراجل. محمود حمد رايح يعمل التهاني من كله من ريكاردو، اتعملت له حلوة حلوة حلوة. شوفوا بقى اللعبة، شوف جون أنطوي، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، عدى والقادمون من الخلف، ومحمود حمد خلص المباراة، خلص المباراة، ضمن ال3 نقط بسهولة جدا لنادي الإسماعيلي. خلص المباراة في الدقيقة 88. محمود حمد الدقيقة 43 من الشوط الثاني بيضيف محمود حمد الهدف الثاني. كرة على طول توصل، مهاب تطلع وتبقى ضربة ركنية، الضربة الركنية رقم 4 لنادي وادي دجلة. كابتن فكري صالح بيفكر الراجل طبعا ليه حق، ادي اللعبه. لكن شوفوا الباص، ادي جون أنطوي، يا جماعه اللعيب لعيب، يا سلام. وادي محمود حمد الثقه قدامه حارس عملاق، لكن ما فرقش، راح هو حاطط وش رجله او بطن رجله، عارف هيحطها فين. والهدف الثاني وراح يتلقى التهاني من ريكاردو المدير